عبد الرحمن سعيد، واهلا وسهلا فيكم باول حلقات سلسله التميز لتعليم حركات بورا اللعب. اول حركه رح تكون معنا هي خلط الكروت بهالطريقه الاحترافيه هي، ولهالحركه هي بتحتاجوا بس ورقه سواء اذا كان كامل او مو كامل. لهالحركه هي بتحتاجوا انه يكون قدامكم طابق، يعني محل ما تكون تمرروا على هي الحركه لازم يكون قدامكم طابق. واذا جاهزين يلا خلينا نبلش. أول خطوة مسكة الكروت. إذا كنت أنت يميني يعني بتستخدم إيدك اليمين لازم تمسك الكروت بإيدك اليسار، وإذا كنت يسار لازم تمسك الكروت بإيدك اليمين. بما أني أنا يميني رح أبلش إني أمسك الكروت بإيدي اليسار. رح أحط الكروت هون بإيدي، أوكي. هلا رح أجي بإيدي اليمين أخذهم، بس رح أخذهم بطريقة. الطريقة هي أول شي إنه 3 أصابع رح أحطهم بهالطرفين، من الأول أصبع الثاني والثالثة من تحت. أصبعة السبابة رح أقطعها وأحطها بالنص هون. أصبعة الإبهام رح أمسك كروت من هالزاوية هاي، أمسك كروت بهالطريقة هاي. وأهم شي إنه هال3 أصابع هدول لما تاخدوا الكروت يكونوا مطعوجين بهالطريقة هاي، أوكي. يعني لما نجي أخذ الكروت رح أخذهم بهالطريقة هاي. بعدها رح أفتل الكروت بهالطريقة هاي يصيروا عمودين، وراح أرفرف بإصبعتي هاي. إذا عطيت شوية ضغط بالسبابة ضغط شوي، وإصبعتي الإبهام رفعت خليتها ترجع شوي شوي لورا، هالشي بخليه يرفرفوا الكروت، أوكي. فراح أرفرف هيك الكروت، رح أثبت هون إيدي مشان تعمل الكروت. رح أرفرف حوالي نص الكروت، رح أرخيهم وأخليهم يقلبوا للإيد التانية، وهالإيد رح تمسك الكروت نفس الطريقة هاي هيك، نفس الطريقة يعني، أوكي. أنا هون أخذت الكروت تبدي هيك، أخذت نص الكروت قلبتهم، نزفت الكروت بهالطريقة هاي. هلا الحركة لازم تدربوا عليها أول شي إنكم ترفرفوا الكروت بالإيدين بالطريقة هاي. بس تعلمتوا كيف ترفرفوا هالكروت بهالطريقة هاي إنه ما يوقعوا معكم، ما يخربط معكم. راح ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية كيف تدخلوا الكروت بقلب بعض. هلا نحن وصلنا لهي الطريقة، هاي النقطة هاي إنه نص الكروت هون نص الكروت هون ماسكينهم هيك. هلا الكروت رح نميلهم على بعض، نميلهم مو بشكل مستقيم، يصيروا بشكل مستقيم ولا بشكل بهالشكل هذا. رح نميلهم بزاوية تقريبا 30 درجة على بعض. رح نقرب ايدينا على بعض لما الابهام هاي تلامس الابهام الثاني الايد الثانية بالطريقة هاي. بعدها رح نضغط عليهم هيك بالسبابة وهالطرف هاي بالسبابة، وراح نرخي شوي شوي بالايدتين مع بعض، رخي الكروت بحيث انه يفوتوا هيك بقلب بعض. هلا بس فاتوا الكروت بهالطريقة هاي بالاصابع الابهام رح نضغط على هالنقطة هاي من الكروت، رح نضغط عليهم هيك، اوكي. رح نضغط بشكل قوي، رح نفتح اصابعنا. صرنا هلا بوضعية مثل كأني ماسكين ايد بلاي ستيشن، يعني نفس الشيء تماما. فرح نضغط هالنقطة هاي ورح نطعج الكروت كلها بالايد. رح نطعج الكروت نحن ضاغطين طبعا نفس الوقت، نحن ضاغطين رح نطعج ايدينا هيك، اوكي. نوصل لهالنقطة هيك. بعدها رح نفتح اصابعنا، نفتح ايدينا. هلا الحركة اللي بعدها رح تصير انه رح نبعد ايدينا عن بعضهم، يعني ايد اليمين رح تروح على اليمين وايد اليسار رح تروح على اليسار شوي، وهذا الشيء بخلي الكروت يعطوا هالردة الفعل ويدخلوا بعضهم ويعطوا هالصوت، اوكي. يعني هلا هون هيك فتحنا ايدينا، اوكي. هلا ممكن تشوفوها هي الحركة صعبة شوي، بس هي لا ما صعبة، وتدريب يعني إذا تدربت عليه يمكن أول مرتين 3 تحسوا إن كيف رأسا تتحسنوا فيها. ما كتير صعبة هي الحركة على فكرة، بالتدريب أقل يعني أسبوع عليها بتقدر بهالحركة تتميز برفعتك فيها. رح أرجع أعطيكم إياها على البطيء بدون ما أحكي. And I've been slowly making hits. Imagine waking up to growing up and knowing you're the ish. Imagine if I never tried to spit a rhyme in the beginning. Imagine it, I tried to blink my eye and now I'm living life. Now I've gone big, and now a big deal when I was just a small thing. Cause everything was branded, now everything is fine. Cause everything is changing, I blink of an eye, I blink of an eye. I blink of an eye.
saw. Now girls just turn my music up cause I'm a heartthrob. 5 people in the audience with no crowd. Now I'm packing up venues for shows, sold out. Ow, I used to sit down and stay bored. Now I'm on to living this life that I prayed for. And back then I asked people to hang but none of them will. Now they be ringing up my phone like homie let's chill. I used to walk the streets and I'll be وبالنهاية الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم، وإذا كان عجبكم لا تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي على اليوتيوب أو المتابعة أو الإضافة لحسابي على الفيسبوك. بما أننا اليوم عيد ميلادي كل عام وأنتم بخير، فأنا حاعتبر بتهديدكم إليكم تشاركوا هذا المقطع الفيديو على أبعاد الإخوان. كان معكم عبد الرحمن سعيد. I hated that I had all this fame, cause when my head just hit the concrete, I drastically First I changed. started off small, now I'm gone big.